قمر انت الولعك قلبي بيسألني عليك اتريني بفكر. لا يا جماعة، اللي عم بتشوفوه مش الهضبة، ولا حتى مركب صوت عمرو دياب وعم بحرك شفافه. هيدا المغني هو بالفعل هضبة، ولكنه الهضبة السوري، أو مثل ما سموه كتار عمرو دياب الغلابة. بعد ما كان حلمه الانضمام لكورال الهضبة، نام الشاب السوري الصادق ظاهر وفاق لقى حاله الهضبة، أو فينا نقول نسخة طبق الأصل عنه. عم نحكي عن نور دياب اللي أطلق على نفسه هيدا الاسم الفني حبا بالهضبة الأصلي وبسبب التشابه العجيب بأصواتهم. هلا أكيد أنا من صغري لما كنت صغير بسمع أغاني عمرو دياب وربيت على أغاني وبحبه ودايما بغني له يعني، فشغلة بالطبيعة يعني صارت طبيعة، والله خلق لي صوتي بيشبه عمرو دياب. يعني هي ما تقمص ولا تقليد، أنا عم بقلد عمرو دياب، لأن لو الموضوع تقليد كان كثيرين حاولوا يقلدوا، فأنا سوري والوحيد صوتي بيشبه عمرو دياب أكثر يعني من كل أصدقائنا المصريين اللي بيغنوا يعني. اشتغل نور على حاله ليشبه الهضبة على المسرح بالشكل والأسلوب والرقص، حتى صار مطلوب لأحياء الحفلات والمناسبات ويغني أغنيات عمرو دياب بمختلف بلدان العالم العربي، فاتهموا البعض بالاستفادة فنيا وماديا على ظهر الهضبة. أكيد أنا استفدت من موضوع إني صوتي بيشبه عمرو دياب هذا يعني قصر لي المسافة، لاني انا اليوم لو صوتي ما بيشبه عمرو دياب، يعني في الاف المطربين اللي هن صوتهم ما بيشبه نجوم مثلا او بيشبه مطربين، فهدول الناس عاديين يعني مطربين عاديين بيشتغلوا بالمطاعم وهيك وما حدا بيعرفهم. بس دائما الصوت اي مطرب جديد او كان على الساحه مثلا عم بيشبه نجم، هو هذا اللي بيلفت نظر الناس دايما يعني. التفاعل الجماهيري الكبير اللي عم بلاقيه نور دياب بحفلاته من الشباب والصبايا بخليك تصفن للحظة وتشك وتتساءل انه معقول الجمهور مفكر عم يحضر الهضبة الاصلي على المسرح، وانه الاضاءة مثلا ما عم بتخليه يشوف صح، او لا هن فعليا عم يستمتعوا بنسخة جديدة من الهضبة. ده لو اتساب لدنا يجيلي تعب اعصاب، ده لو اتساب ليلة ليلتين انا عايش في عذاب. طب واعمل ايه في دقيقتين، ده بيقتلني وياخد العين. ليل يا عين لا كده جنان لا ده مش اعجاب. طب واعمل ايه؟ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا انه نور دياب ممكن يكون بديل اقتصادي عن الهضبة الاصلي، حيث انه كتار من محبي عمرو دياب ما عندهم القدرة على دفع كلفة حضور حفلة من حفلاته، بينما شافوا انه الوصول لنور دياب ابسط واسهل واسرع. انا بالنسبة لي ما حبيت اسم هذا عمرو دياب الغلابة، يعني اولا كاسم يعني طبعا مع احترامنا للناس كلها وللطبقات كلها، بس انا لما بغني حفلات بارقى الاماكن واغلى الاسعار، يعني في احيانا تذاكر كثير غاليه بتكون احيانا في مطاعم وحفلات، فمو موضوع قصه غلابه والفقراء بس اكيد طبعا مو مثل عمرو دياب يعني بياخذ مصاري كثير يعني. اكيد في ناس يعني حسب امكانياتهم الماديه بيجوا بيحضرونا بالحفلات، يعني كل طبقه وإلها يعني جمهورها. كتار من محبي الفنان عمرو دياب طالبوا بمقاضاة الهضبة السوري بسبب ما اعتبروه تعدي على الملكية الفكرية وتقمص لشخصية الهضبة الحقيقي. لا عمرو دياب ولا غيره ما بيقدروا بيقاضوا الناس اللي عم بتغني لهم، لان هذا اولا بالنهايه فن للناس كلها، للوطن العربي كله. انا ما بغني وبقول هي الغنيه ملكي انا، هو بيقدر بيقاضيني لما بقول بغني الاغاني هدول وبنسبهم الي. نحن لا، انا مثل يعني لو بده يقاضوا كان قادوا كل مطربين الوطن العربي اللي عم بغنوا في المطاعم، كلهم بيغنوا اغاني من إلهم. مما لا شك فيه انه الفنان نور دياب مش ممكن يتمتع بصوت شبيه للهضبة بدون ما يكون عنده القدر الكافي من الموهبة او الحس الفني. بما انه نعرف رايكم مشاهدينا عما اذا كان نور عم يتعمد التقليد فعليا، واذا هالشي صحيح شو تفسيركم للتفاعل الكبير اللي عم يحصده بحفلاته؟ انا لو تبقى معايا بيترج القلب ويتهز، انا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ما تتعز. ده انا خايف من عيني يا حبيبي اللي غير واللي يجز يجز. عارف انت الحظ اهو انت
الحار.